السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى قالب الزبدة الجميل ده، ودعم بقى الغلاء الاسعار، والاسعار غليت خالص اليومين دول، والزبدة احنا بنحتاجها كتير في الحلويات وفي الطبخ وكده. تعالى اقول لكم بقى، هي بمقادير سهلة، وشايفين دي بمكونات بسيطة وفي البيت يعني. هو بس حاجة بسيطة بس هنشتريها، وكل المكونات الباقية هي في البيت. شايفين بقى تحفة جدا، قوام الزبدة جامدة يعني. بصوا، هتستخدموها في كل حاجة ومش هتستغنى عنها. الحاجة البسيطة اللي هتشتروها دي، زي يعني كوباية هي بسيطة هتشتروها، وبعد كده هنستخدم بيها على طول، نعمل بيها زبدة على طول. تعالوا اقول لكم على المقادير. اول حاجة انا جبت كوباية لبن، وكوباية زيت، وذرة ملح، وليمونة، عصرة ليمونة صغيرة، ومعلقتين خل صغيرين، وذرة ملح بسيطة خالص. الحاجة البسيطة اللي هتشتروها هي الزبدة. جبت كوباية لبن، دي لبن مش معلب ولا كده، لبن جاموسي عادي. وهبتدي بقى، فين انا جبت الخلاط بقى، هبتدي اضرب اللبن يكون دافي، ما يكونش سخن خالص، عشان ما يقطعش معاكم لما تحط عليه الزبدة والخل والليمون وكده، عشان ما يقطعش معاكم. هبتدي بقى اضربها ضرب يعني متوسط كده، لحد ما يكون زي فوم كده، زي انتوا شايفين اهو. وصفة سهلة وبسيطة، وده هتستخدموها على طول. يعني زي ما قلت لكم، هي ربع كوباية زبدة، يعني ربع كيلو زبدة بس اللي هتشتروه. نيوزيلندي او زبدة صفرة، زبدة جنة، اي نوع زبدة. لو عندك زبدة في التلاجة، فاضلة حتة صغيرة فيها، سيحيها واعملي بيها الوصفة دي. وكوباية زيت، وكوباية لبن عندك، وذرة الملح والليمون، وكل حاجة عندنا في البيت. ما بنسيبش بقى اي حاجه، ننزل كل حاجه. والزبده تكون مسيحينها، وبرضو يعني دافيه شويه، ما تكونش سخنه خالص، عشان ما تقطعش مع اللبن لما نحطها. لان اول حاجه ضربنا اللبن، وبعد كده نزلنا بالزبده، هنضربهم مع بعض. كل مكون بقى، اول ما تنزلي الزبده اصلا هتتقل شويه مع اللبن. كل ما ننزل المكون نروح نضرب شويه، يختلطوا مع بعض. هننزل بعد كده بالليمونة، بعصرة ليمونة صغيرة، وذرة ملح بسيطة خالص، ما تكتروش عشان لما تستخدموها في حلويات. ومعلقتين خل صغيرين، هي معلقتين خل صغيرين. متقلقوش، مش هيقطع مع اللبن، لان احنا حاطين زبدة، والليمون كمان هنحطه، هيدي مزازة كده للزبدة. وذرة الملح زي ما قلت لكم بسيطة خالص، عشان لما نستخدمها في الحلويات. هبتدي اضرب كده، وبعد كده هفتح الغطا، هنزل بالزيت شوية بشوية. هنزل بكوباية الزيت شوية بشوية لحد ما يتقل القوام. وفي الاخر بقى اضرب ضرب متقطع، يعني بعد ما اخلص كوباية الزيت كلها على سرعة عالية، او ما اخلص كوباية الزيت، هضرب ضربات متقطعة بقى. انا بحط شوية بشوية، واللي هو ايه، بتخلط الزيت مع الزبدة. هبصوا في الاخر بقيت اضرب، بعد ما خلصت كوباية هبتدي اضرب ضرب متقطع بسيط، يعني ما تضربوش كتير. هبصوا بدوس ضربة بسيطة كده، عشان اتاكد يكون الخليط، وعشان ايه، خلاص هو تقل خالص. طبعا لازم يتحط في التلاجة، يعني مش هنعتمد عليه كده. شايفين بقى القوام، هوريكم شايفينه انتوا معايا في الفيديو. جبت بقى قالب، عندك ما عندكيش القالب ده، حطيها في قالب مربع، بلاستيك، اي حاجة، مدور، اللي انتي تحبيه. انا حبيت كده اوريكم، عشان ده بقى عشان التصوير، ويبقى شكله حلو زي الجاهز بالظبط. جبت بقى قالب انجليش كيك، وحطيت فيه كيس تلاجة، فتحته، وهنزل بقى بالقوام. شايفين بقى تقيل خالص، كمان لسه هيدخل التلاجة. بص، انا قعدته ليلة كاملة في التلاجة،
ممكن يعني تقعديه ساعتين 3. اي حاجة يعني، كل يعني لو ساعتين 3، لو 4 ساعات، لو اي حاجة، لو وقتك برضو مش عاوزة يعني، عاوزة تلاقي القوام تقيل وكده، ممكن تخليه على فكرة هيتقل معاكي اول ما يدخل التلاجة على طول. بس انا عشان خليته ليلة كاملة احسن. هبتدي بقى اغطي وشها كده عشان ما ينشفش. ممكن تحطيها كمان في الفريزر لو عايزاها اسرع. لو عايزة تدخليها في الفريزر ممكن هتاخد معاكي ساعتين بالظبط وتلاقيها مسكت وبقت زي الفل. شايفين بقى بقطعها وقوام تحفة جدا. طبعا انا الزبدة دي بقطعها مكعبات وبجيب علبة اللي هي علبة تلاجة عادي، وبقطعها مكعبات وبحطها بقى في العلبة. لما بكون عاوزة استخدم بقى منها زبدة بطلع قطعة قطعة. اهي شايفين بقى تحفة جدا وقوام الزبدة بقى. وكل ده من كوباية لبن وكوباية زيت يعتبر، وكوباية زبدة. يعني هو مكونات بسيطة جدا زي ما قلت لكم. هو ربع يعني لو عندك زبدة في البيت زي ما قلت لكم سيحيها، او لو ما عندكيش ممكن تشتري ربع كيلو. شايفين بقى انا بقطعها زي ما قلت لكم، بقطعها مكعبات واحطها بحطها في علبة تلاجة واخليها في التلاجة على حسب الاستخدام. بطلع بقى قبلها زي ما قلت لكم اهي. بصوا بقطعها بنفس الطريقة زي كده، وبخليها في التلاجة وبطلع